أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. الراجل ده قلبه أبيض أوي، أما الراجل التاني ده أعوذ بالله قلبه أسود. هو القلب إيه اللي بيخليه كده؟ قلب كل واحد فينا بيكون على فطرته النقية من أول ما بيتولد، وبعد كده للأسف مع البيئة اللي عايش فيها والتربية والسلوك والتعليم، فبيحصل عند البعض مننا ضلمة في القلب، وده لأن القلب بيصاب بأمراض خبيثة. لكن لكل داء دواء، وهنتكلم النهاردة عن أمراض القلب وإزاي نعالجها في رحلتنا المستمرة نحو قلب سليم. ونقدر نقول إن أمراض القلب أساسها 3: الكبر، الرياء، الحسد. هنبدأ بالكبر. الكبر أو العجب هو أخطر الأمراض وأشهرها، لأن الله سبحانه وتعالى المتكبر لما تيجي تنازع الله في صفة جلالية من صفاته جل وعلا، فعقابك هيبقى شديد. لذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الموضوع كبير جدا. كم واحد فينا شايف نفسه ومعجب بنفسه وبينسب الفضل لذاته في أي حاجة حلوة يعملها. هنقول قصة بداية الخلق اللي ربنا بدأ بيها في سورة البقرة، وهي هتشرح لنا كل أمراض القلب وخاصة الكبر، ولازم ما تفارقش عقلنا. تعرف إن إبليس كان يلقب بطاووس الملائكة، كان من أكتر الجن عبادة لله وطاعة. إيه بقى اللي حصل له؟ ربنا خلق سيدنا آدم وقال للملائكة وإبليس يسجدوا لآدم. الملائكة سألت كنوع من الاستفسار: ليه يا رب تخلي الإنسان خليفة في الأرض وهو هيفسد ويسفك الدماء؟ ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم بأنه يعلم ما لا يعملون، وخلص الموضوع واستجابوا لأمر الله ليهم. أما إبليس قال إيه بقى؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أيوة، وقع في الكبر وشاف نفسه وافتكر إن الفضل ليه في العبادة، ولم ينسب الفضل لرب، لحد ما اتطور معاه الأمر للعناد والرياء والحسد على بني آدم والتربص بهم مدى الحياة، وتحول من طاووس الملائكة إلى شيطان رجيم ملعون. شفت الكبر ممكن يودي لفين؟ هنتكلم عن علاج الكبر ونوضح إن العلاج في كلمتين: علم وعمل. أولا العلم، وهو أن تعلم من أنت لتتكبر. تتكبر بعلمك. والله لو أنت عالم بحق لن يصل الكبر إليك، فالعلم والكبر لا يجتمعان في قلب واحد. فالمتعلم كلما يتعلم يزداد تواضعا لله. العلم هيكون حجة عليك يوم القيامة. هل علمك علمته للناس؟ هل معصيتك عن علم هيكون جزائها زي اللي بيعصي عن جهل؟ عذابك سيكون مضاعف. ومن تحتقر وتقول عليه جاهل لعل قلبه يكون عامرا بحب الله وقلبه سليم من الأمراض وأفضل منك. أنت أضعف من أنك تتكبر، فالكبر دليل على جهلك وليس فضل علمك. فالمتكبر بالعلم هو جاهل. تتكبر بعملك الصالح. مين اللي هداك إنك تعمل العمل الصالح؟ مين وفقك ليه؟ طيب أنت ضامن إن ربنا يتقبله منك؟ تتكبر بمالك. مين اللي عطاك المال؟ هتقول لي اجتهادك. طيب ما غيرك بيجتهد وفقير، طيب ليه انت اللي نجحت؟ لازم تعرف ان كله بأمر الله وتوفيقه، غير ان صاحب المال هيتحاسب حساب عسير. مالك جبته منين وانفقته ازاي؟ اعقل الامور ووزنها.
تتكبر بالنسب؟ ازاي تتكبر بحاجة ليس لك فضل في تحصيلها أساسا؟ فكر بالعقل والمنطق. ثانيا، العمل. بعد العلم والإدراك لابد من عمل يروض نفسك وينقي قلبك من الكبر. ابدأ بمصافحة الناس، فقير مسكين فكن مبادر. خدمة الفقراء والمرضى وصاحبهم واجلس معاهم ولا تشمئز منهم. اشتغل بالأفعال اللي كنت بتتكبر عليها، زي التنظيف مثلا. كان شيخنا الفاضل الشيخ الشعراوي رحمه الله بينظف حمامات المساجد لكسر أي ذرة كبر في نفسه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا. وجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطن كفه إلى الأرض، رفعته هكذا، وجعل بطن كفه إلى السماء. يعني على قد ما تتذلل لله على قد ما ربنا هيرفعك. فتواضعوا لله فنحن الفقراء إليه. وفكر دايما إن المتكبر ده شخص جاهل. ويصف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضعف الإنسان وقلة حيلته بقوله: مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. يعني حشرة صغيرة تفضل طول الليل مفيش نوم، وممكن تشرق تروح فيها، وشوية مجهود وتخرج رائحة عرق سيئة منك. فتواضع لله واعرف قدرك ولا تتكبر. نيجي لتاني معاصي القلب، الرياء. الرياء كلمة جاية من رؤية، يعني عايز الناس تشوفك وانت بتعمل خير أو عمل صالح. أو يسمى السمعة، جاية من السمع، يعني عايز الناس تسمع عنك وتتكلم عليك. واحد ممكن ينظر للأمر على إنه أمر هين، بس عايز أقولك إن الرياء من الشرك الأصغر. أيوة، زي ما سمعت كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى: يوم يجازى العباد بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. بكل بساطة دلوقتي انت منتظر ثناء الناس عليك في كل أمر بتعمله. بتصلي عشان الناس يقولوا عليك بتصلي، بتتصدق عشان الناس تعرف قد ايه انت كريم، بتصوم عشان الناس يقولوا قد ايه انت راجل صالح، ومستني تسمع الكلام ده منهم، ولو ما سمعتوش تزعل وما ترتاحش. انت عارف كده انت بتعمل ايه؟ اللي يخلي رضا الناس عنه اهم من ميزانه، من رضا ربه عليه، وينام مرتاح قوي لان الناس بيحترموه ويوقروه، وما يفكرش هل ربنا راضي عني قبل ما ينام. والله ده الخسران المبين، لأنك في الآخر هتتحاسب وحيدا قدام رب ملك الملك. الناس مش هينفعوك بساعتها بحاجة. فهمت ليه؟ إنه من الشرك الأصغر، لأنك بتفضل رضا الناس عليك عن رضا ربك. طيب هقولك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده أول ما تفهمه هتترعب حرفيا. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قتلت لأن يقال هو جريء. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن.
قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الحديث حديث صحيح. تخيل، أول ناس هيتعذبوا في النار مجاهد وعالم ومنفق، مش الكفار ولا فرعون ولا النمرود. الرياء ده خطر جدا، لازم تفكر 1000 مرة لو قلبك بس حب يحس بثناء الناس عليك. لازم تقف وقفة وتناجي ربنا وتقول لا يا رب، وصحح نيتك تاني وتالت. شوف كم مرة فكرت وانت بتصلي ان فلان هيشوفك ويقول عليك راجل صالح. كم مرة وانت بتقرأ قرآن بصوت حلو كنت متشوق الثناء عليك وتعظيمك. كم مرة حسيت بالفخر والعزة لما فلان شافك وانت رايح تصلي. لازم تتوبوا الآن، لازم تتوبوا الآن. طيب نعمل ايه عشان نتخلص من الرياء؟ هتعمل حاجتين وتركز معايا جدا. أول حاجة، أول ما يجيلك خاطر الرياء بادر بكرهه. تقول في عقلك ازاي يجي في بالي كده، ده أنا عايز رضاك يا رب. اتهم نفسك لو استحسنت إعجاب الناس بيك، وفكرها بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، فكفاك نظر الله إليك عن إعجاب الناس. تاني حاجة، تشتغل على قلبك في ملئه بتعظيم الله عز وجل، لأنك لو فعلا عارف ربنا بجد وحاسس بعظمته عمرك ما هتفكر في الناس. وده عن طريق ورد ذكر يومي والمحافظة على أذكار الصباح والمساء. وعايزاك تفتكر دايما إن المرائي ده شخص أحمق. نيجي لآخر مرض للقلب وهو الحسد. تعريفه هو تمني زوال النعمة من حد، والحسود ده معادي لله عز وجل. طبعا فيه ناس أول ما هتلاقي موضوع الحسد ده هتقول مش مهم، يعني أنا عمري ما أحسد، ويفتكر نفسه بعيد كل البعد عن الحسد. هقول لك لا، لازم تركز معايا وهقول لك أمثلة من حياتك اليومية وإزاي ممكن تقع في الحسد. أشهر أنواع الحسد، الحسد في نفس مجال العمل. يعني مثلا اتنين بيشتغلوا في مهنة النجارة، واحد ربنا فتح عليه وشغال كويس، والتاني الشغل عنده قليل وعمال يقول اشمعنى هو وانا لا. ويجي عنده زبون يقول له ده الراجل اللي مشهور ده ولا عارف حاجة. فأخونا هنا يطلع الحسد من جواه ساعتها ويقول أنا مش عارف الناس بتروح له ليه، ده حرامي وغالي وكذا وكذا. هنا ظهر الحسد اللي في قلبك، احذر. ممكن تقول لي اللي بيحسد ده جاهل، أكيد لو متعلم كويس مش هيقع فيه. هتخليني أقول لك بقى أسوأ أنواع الحسد، وهو اللي بين العلماء أنفسهم. إزاي الشيخ الفلاني ده عنده مريدين كتير وأنا علمي أكتر منه وكنت أشطر منه في الجامعة، ولما يجيلك طالب علم يتكلم بسوء عن الشيخ ده تروح واقع انت كمان في الحسد وتلاقيك بتقول كلام لا يليق عليه. كلنا ممكن نقع في الحسد لو مش هنحاسب نفسنا باستمرار ونقاومها، لأن الحسد بيجي نتيجة تراكمات. بتكون قبله وقعت في الكبر وبعدين تقع في الرياء، فالحسد تلاقيه ظهر فجأة. فلازم نقطع كل الطرق اللي تؤدي إليه، نستفيض شوية وناخد أنواع الحسد. أول نوع تمني زوالة النعمة من حد،
ومش لازم النعمة دي تيجي ليا، لكن أهم حاجة إن فلان ده ما يبقاش عنده وخلاص. وده اسمه حسد إبليسي، ويفكرنا بقصة بداية الخلق اللي استشهدنا بيها في موضوع الكبر، وقلنا إن إزاي إبليس اتكبر بعبادته لله ورفض يسجد لآدم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لأن دايما الكبر بيكون البداية، وبعدين الكبر اتحول لعناد مع الله تعالى. فبدل ما يتوب لربنا، لا، توعد بني آدم قدام ربنا، وإنه إزاي يسخر كل مجهوده لفتنة ذرية آدم عليه السلام، لأن الكبر اتقلب عنده للحسد. أما نوع الحسد التاني فهو تمني زوال النعمة من حد تيجي ليا، وده طبعا سيء جدا برضه، بس أخف شوية من النوع الإبليسي اللي فات. في بقى حاجة اسمها غبطة المؤمن، وده شبه الحسد بس حلال. لما تشوف فلان مثلا حفظ قرآن وتبقى عايز تبقى زيه بدون زوال النعمة منه، وده مشروع ومطلوب، زي ما ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بس ابقى خلي بالك لا يكون عندك حسد حقيقي وانت فاكره انه العادي. علاج الحسد، اولا لازم تستحقر جواك اي خاطر حسد يبدأ في قلبك، وتعارضه بشدة وتذكر الله، وتذكر نفسك دايما ان الحسود ده معادي لرب، بيعترض على تصريف ربه للأرزاق، محروم من لذة عبادة الله، منبوذ، الناس تبعد عنه بسبب نظرته وكلامه الحاد. الحسد بيحرق الحسنات ويوصلك انك تبقى ملعون زي ابليس. ارجوكم انتبهوا. ثانيا، اللي عنده نعمة وشفتها ادعي له واثنى عليه. اول ما تشوف مثلا راكب عربية غالية تقول اللهم بارك له وزده من نعمك وفضلك. اما لو منافسك في العمل اللي حاسس ناحيته بشوية حسد جت سيرته قدامك، اكسر برضو الحسد جواك وقول عليه كلام حلو. ايوه لازم تقوم نفسك الأمارة بالسوء، وقول ده فلان ده أفضل الناس، ربنا يبارك ليه، حتى لو مش من قلبك. إن شاء الله هتتحول بعد كده وتطلع من قلبك، وواحدة واحدة قلبك هينضف. وكفاية إن المعنى ده يكون وصلك وإنت بتعمل كده. شوف ربنا هيقدر جهادك لنفسك ده قد إيه، وهو المعين سبحانه وتعالى. وعلى فكرة بعد ما هتعمل كده مرة في مرة ربنا هيكرمك وتعيش حالة مع ربنا من الرضا والهدوء. والله بعدها لو طلبت من ربنا الرزق هيجيلك لحد عندك. هو في أكرم من ربك الكريم؟ وكده وصلنا لنهاية كلامنا عن أمراض القلوب بفضل الله علينا. أتمنى كل إخواننا يوصلهم المعاني دي، وإن شاء الله مع مجاهدة النفس والمحافظة على طهارة القلب هنكون على الطريق السليم إلى الله تعالى. اللهم نق قلوبنا من أي ذرة كبر أو رياء أو حسد بفضلك وكرمك ورحمتك، فمن لنا غيرك يرحمنا ويغفر لنا ويصلح قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. مع خالص أمنياتي لكم بكل توفيق وسعادة. إلى اللقاء.